لو انت لسه ما اتفرجتش على الافلام دي فانت فايتك كتير جدا. اول فيلم هنتكلم عنه هو فيلم ماز رانر، الفيلم اللي نزل سنه 2014 وبيحكي عن توماس هو شاب اول ما بيصحى بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا ومش فاكر اي حاجه عن نفسه، ولما بيخرج من المكان اللي هو فيه بيقابل مجموعه من الشباب هم برضو عندهم نفس الفكره وانهم فاقدين الذاكره. الشباب دي بيقولوا له ان هم محبوسين في المكان اللي هم فيه وما يعرفوش اي حاجه ولا مين اللي جابهم هنا، غير ان الحيطان اللي محوطاهم دي وراها متاهه كبيره جدا. فمن هنا بتبدا احداث الفيلم في ان الشباب دي ازاي هيخرجوا من المكان اللي هم فيه. لو انت ما شفتش الفيلم ده اتفرج عليه وصدقني ده واحد من احلى الافلام وهيعجبك جدا. تاني فيلم هكلمك عنه النهارده هو فيلم ماد ماكس فيوري رود. الفيلم ده نزل سنه 2015 وبيحكي ان بعد نهايه العالم وبعد ما العالم كله اتدمر في اتنين عندهم القدره ان هم يستعيدوا ويرجعوا الحياه لطبيعتها، ولكن بيطاردهم حرفيا جيش من الاسلحه. وفي خلال الفيلم انت هتعيش معاهم المطارده كامله اللي اجواءها كانت كلها في الصحراء بعد دمار الكوكب كله. لو انت بتحب الاجواء دي فاتفرج على الفيلم ده وصدقني هيعجبك جدا. اخر فيلم هكلمك عنه النهارده فيلم ذا اكسباندبلز. الفيلم ده نزل سنه 2010 وبيحكي عن مجموعه من المرتزقه بيتجمعوا مع بعض عشان يقدروا يخلصوا على ديكتاتور هتعرفوا في الفيلم. حرفيا الفيلم تقريبا لامم نجوم الاكشن كلها، فهم بيتجمعوا عشان يخلصوا على الديكتاتور اللي انت هتعرفه في الفيلم. لكن لما بيبداوا المهمه بيكتشفوا ان الموضوع اصعب بكتير من اللي هم تخيلوه وبيبداوا يقابلوا احداث ما كانوش متوقعينها. الفيلم ده مليان اكشن عالي قوي وصدقني هيعجبك جدا، وبالمناسبه هو 4 اجزاء. وبكده ابقى انا قلت لك على الافلام بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على الافلام دي. ولو بتحب الحلقات الطويله وفلوجات للسينما هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو، تابعني هناك عشان بننزل حلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.